مساء الخير يا دكاترة، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هتكلم عن كل العضلات اللي ليها تأثير على الشولدر جوينت. اول حاجة لازم تكونوا فاهمينها كويس وهي ان العضلات بتبقى طبقات. يعني عندنا طبقة بتبقى ديب مثلا على الجسم على طول على البون، وبعد كده ممكن طبقة في النص وطبقة سوبرفيشال. فاحنا هناخد مع بعض العضلات لاير علشان ما نتوهش من بعض. اول مجموعة هتكلم عنها هي المجموعة الديب ماسل اللي موجودة على طول على الريبس، وهم 3 عضلات. اول عضله اسمها السبكليفيوس، تاني عضله اسمها بيكتورياليس ماينور، وتالت عضله اسمها السيريتوس انتيريور. كل عضله بحتاج اعرف عنها 5 حاجات اساسيه. اول حاجه الاوريجن بتاعها طالعه منين، تاني حاجه الانسيرشن رايحه تثبت فين، وتالت حاجه النيرف، ورابع حاجه البلاد سبلاي بتاعها سواء ارتري او فين، وخامس حاجه الاكشن بتاعها. في الفيديو احنا هنركز على الاوريجن والانسيرشن والاكشن. اما البلاد سبلاي والنيرفات هشرحهم بعد كده بفيديوهات لوحدها لان ده موضوع طويل. انتوا دلوقتي حاولوا تلقطوا النيرفات على قدر الامكان وبعد كده هتثبت معاكم قدام. اول عضله معانا اسمها السبكليفيوس ماسل. السبكليفيوس طالعه من الفيرست ريب ما بين الكارتريج والبون بتوع الريب الاولاني، رايحه تمسك في مكانها في جروف متسمي على اسمه السبكليفيوس جروف. السبكليفيوس جروف ده موجود في التلتين الاولانيين الميديال بتوع الكلافيكل، موجود من تحت بوستيريو. النيرف اللي بيغذيها اسمه على اسمها نيرف تو سبكليفيوس. طيب الاكشن بتاعها ان هي بتثبت الكلافيكل وانا بحرك الشولدر. تاني عضله معانا اسمها البيكتوراليس ماينور. البيكتوراليس ماينور طالعه من الريب الثالث والرابع والخامس، طالعه قريبه من الكوستال كارتريج في الريب، ده مكانها بالظبط. رايحه تمسك فين؟ رايحه تمسك في الكراكويد بروسيس. فين في الكراكويد بروسيس؟ احنا قلنا ان الكراكويد بروسيس ليه ابر ولور سيرفيس، هي هتمسك في الابر سيرفيس بس الناحيه الميديال، يبقى هي هتمسك في الميديال بارت في الابر سيرفيس في الكراكويد بروسيس. النيرف اللي بيغذيها اسمه ميديال بيكتورال نيرف على اسمها. طب هي اسمها بيكتوراليس ماينور، ام فور ميديال، دي عضله صغيره بتاخد من الناحيه الميديال بس. طيب تخيلوا معايا الاكشن بتاعها، هي عضله طالعه من ال3 ضلوع دول رايحه للكراكويد بروسيس، لما تشتغل وتضم على بعضها هتعمل ايه؟ اول حاجه هتعمل بروتراكشن، هتسحب الاسكابولا كلها لبره بروتراكشن. وتاني حاجه هتعمل ديبريشن وداون وورد روتيشن في الاسكابولا، هتسحب الاسكابولا نفسها عليها، يبقى هي بتعمل بروتراكشن وداون وورد روتيشن وبتعمل ديبريشن في الاسكابولا. وانتوا بتذاكروا اناتومي لازم تاخدوا بالكم من الدايركشن بتاع الفايبر بتاعه المصل. الدايركشن بتاع الفايبر هو بيعرفني الاكشن بتاعها لما بتعمل كونتراكشن، لما بتضم على بعضها هتعمل ايه، فلازم تركزوا في دي كويس قوي. تالت عضله معانا اسمها السيريتوس انتيريور. السيريتوس انتيريور عضله كبيره بتطلع من اول 8 ضلوع من نهايه الريبس، بتروح تمسك فين؟ بتلف مع الريبس تحت الاسكابولا وتروح تمسك في الميديال بوردر بتاع الاسكابولا. فاكرين كان في صوره منتشره لمحمد صلاح كده كان ظاهر له عضله كبيره كده في جنابه شبه الصوابع، هي دي السيريتوس انتيريور. السيريتوس انتيريور عضله كبيره طالعه من 8 ضلوع، فكل جزء منها رايح يمسك في مكان معين. اول مجموعه فايبر اللي طالعه من اول ريبس اسمها الفيرست ديجيتيشن، بتلف ورا وبتروح تمسك في السوبيريور انجل بتاعه الاسكابولا. والديجيتيشن الثاني والثالث بيمسكوا في الميديال بوردر بتوع الاسكابولا، والخمسه اللي تحت بيمسكوا في الانفيريور انجل بتاعه الاسكابولا. النيرف سبلاي اللي بيغذي السيريتوس انتيريور اسمه لونج ثوراسيك نيرف، والاكشن بتاعها اول حاجه بتعمل لي بروتراكشن في الاسكابولا، بتسحب الاسكابولا كلها لقدام. تاني حاجه بتعملها انها بتعمل elevation للريبس during deep inspiration، هي والبيكتوراليس ماينور، بس نسيت اقولها في جزئيه البيكتوراليس ماينور. الاثنين دول بيرفعوا الريبس ولما بناخد ديب انسبيريشن. الحاجه الثالثه ليها انها بتثبت الاسكابولا على الشيست وول، هي طالعه من الريبس بتلف تحت الاسكابولا بتروح تمسك في الميديال بوردر بتاعتها بتثبتها في مكانها. اخر فانكشن بتعملها انها بتلف الاسكابولا ابورد. احنا الاسكابولا بتتحرك معانا مع الحركه بتاعتنا، يعني لو انا برفع ايدي فوق راسي فانا كده لفيت الاسكابولا معايا ابورد، طب لو رجعتها ورا دراعي انا كده لفيت الاسكابولا داون وورد. بس هي مش بتعمل الحركه دي لوحدها، بتعملها مع ماسل تانية، لما تيجي دورها هعيدها تاني. لما بيحصل ويكنس زياده في السيريتوس انتيريور او بيحصل انجري للنيرف اللي بيغذيها بيحصل حاجه اسمها وينجنج في الاسكابولا، حتى بنشوفها على ناس كتير قوي تلاقي الاسكابولا بتاعتها بارزه قوي لبره وهو بيتحرك، هو ده الوينجنج بتاع الاسكابولا. احنا كده خلصنا الماسلز الديب اللي على الريبس على طول. نطلع بعد كده اللاير السوبرفيشال، عندنا ماسل اسمها بيكتوراليس ميجور. البيكتوراليس ميجور دي ماسل كبيره طالعه من مكانين، يعني ليها 2 هيد. اول هيد اسمها الكلافيكولار هيد. الكلافيكولار هيد طالعه من الجزء الانتيريور في الكلافيكال الميديال هاف بتاع الكلافيكال، يبقى طالعه من نص الكلافيكال الاولاني الناحيه الانتيريور. والهيد الثانيه اسمها ستيرنوكوستال هيد، طالعه من الانتيريور سيرفيس بتاع الاسترنم واول 6 ضلوع، وحاجه اسمها اكسترنال اوبليك اوبينوريوسس، دي فاشيه كده هنبقى نعرفها بعدين، بس هي طالعه ماسكه كده في نهايه الضلوع، بتطلع منها برضو البيكتوراليس.
طيب بتروح تمسك فين؟ بتروح تمسك في اللاترال ليب بتاع البايسبتال جروف. مش احنا قلنا ان في جروف من هنا ليه ميديال وليه لاترال ليب؟ هي بتمسك في اللاترال ليب الناحيه البعيد. النيرف بتاعها برضو اسمه على اسمها بيكتورال نيرف، بس دي ماسل كبيره فبتاخد من الناحيه الميديال واللاترال من النيرف. نيجي للاكشن بتاع البكتوراليس. كل هيد من الماسل ليها اكشن لوحدها، ولو الماسل اشتغلت مع بعضها كلها التو هيدز ليها اكشن مختلف. يعني مثلا الكلافيكولار هيد لما هتشتغل لوحدها هتعمل لي فليكشن في الارم. هي مش بتعمل الفليكشن كله لوحدها، هي بتساعد في الفليكشن بس. الكلافيكولار هيد لوحدها بتعمل فليكشن في الارم. يعني مثلا الكلافيكولار هيد طالعه من الكلافيكل ورايحه تمسك في اللاترال ليب بتاعت البايسبتال جروب، لما هتيجي تشتغل بتعمل لي فليكشن في الارم. والستيرنوكوستال هيد لما بتيجي تشتغل بتقوم واخده الارم اكستنشن. طيب لما الماسل كلها تشتغل مع بعضها بتقوم عامله ايه؟ بتقوم واخده الارم كله في ادكشن وفي ميديال روتيشن، تلف الارم في ادكشن وميديال روتيشن. وبرده البكتوراليس كلها بتعمل اليفيشن للريب ديورنج الديب انسبيريشن. يبقى انا كده عندي البكتوراليس ماينور والبكتوراليس ميجور والسيريتوس بيعملوا اليفيشن للريب ديورنج الديب انسبيريشن. نيجي للماسلز بتاعت السكابولا. هنبدا بالاول بالفنترال او الكوستال اسبكت بتاع السكابولا. اول ماسل عندنا اسمها السابسكابولاريس ماسل. السابسكابولاريس ماسل طالعه من الانتيريور فوسا اللي هي على اسمها السابسكابولاريس فوسا، رايحه تمسك في حاجه اسمها الليسر تيبروس. النيرف سبلاي بتاعها على اسمها، بتاخد من الابر اند لور سابسكابولار نيرف. الاكشن بتاعها انها بتثبت الهيومرس في مكانها، والحاجه الثانيه انها بمجرد ما تعمل كونتراكشن تسحب الهيومرس معاها في ادكشن اوف انترنال روتيشن. هي طالعه من السابسكابولار فوسا رايحه تمسك في الليسر تيبروسي، فمجرد ما تعمل كونتراكشن بتقوم لفاه على طول في ادكشن وميديال روتيشن. نيجي للباك بتاع السكابولا للناحيه الدورسال. اول حاجه عندنا ماسل اسمها السوبرا سباينس ماسل، طالعه من التلتين الميديال من السوبرا سباينس فوسا، رايحه تمسك في الجريتر تيبروسي. وتاني ماسل اسمها انفرا سباينس ماسل، طالعه من التلتين الميديال من الانفرا سباينس فوسا، رايحه برضه تمسك في الجريتر تيبروسي. الاثنين بياخدوا نيرف سبلاي من نيرف اسمه سابسكابولار نيرف، والاثنين بيثبتوا الهيومرس في مكانها. الفرق ان السوبرا سباينيتس بتعمل ابدكشن في الهيومرس اول 15 ديجري، والانفرا سباينيتس بتعمل ادكشن وبتعمل اكسترنال روتيشن. بعد كده التيرس ماينور. التيرس ماينور طالعه من التلتين الابر من اللاترال بوردر بتاع السكابولا، رايحه تمسك فين؟ رايحه تمسك برضو زي الاثنين اللي قبلها في الجريتر تيبروس. تاخد نيرف سبلاي من نيرف اسمه الاكسيلري نيرف، والاكشن بتاعها نفس الاكشن بتاع الانفراسباينيتس، بتثبت الهيومرس في مكانها وفي نفس الوقت بتعمل ادكشن واكسترنال روتيشن. الفور ماسلز دول سواء السابسكابولاريس او السوبرا والانفراسباينيتس او التيرس ماينور اسمهم الروتيتور كاف. ليه اسمهم الروتيتور كاف؟ لان هم بيحوطوا الشولدر جوينت زيهم زي الكاف، وفي نفس الوقت بيثبتوا الهيومرس في مكانها، وكمان هم المين روتيتور بتوع الشولدر. بعد كده عندي ماسل اسمها التيرس ميجور. التيرس ميجور الفرق ما بينها وما بين التيرس ماينور ان التيرس ميجور اكبر شويه من التيرس ماينور، شكلها شبه المستطيل اكبر كبرك. طيب بتطلع منين؟ بتطلع من الباك بتاع السكابولا اللور سيرد من اللاترال بولر بتاع السكابولا، بتطلع منه بتقوم لفه لقدام، بتروح تمسك في الميديال ليب بتاعه البايسبتال جروف. النيرف سبلاي بتاعها بتاخد من نيرف اسمه لور سابسكابولار نيرف. طيب والاكشن بتاعها احنا قلنا ان هي طالعه من اللاترال بوردر بتاع السكابولا رايحه تمسك قدام في الميديال ليب في البايسبتال جروف. لما هتيجي تشتغل هتقوم واخده الهيمورس معاها في اكستنشن، واخداها في ادكشن وفي انترنال روتيشن. بعد كل الماسلز اللي احنا قلناها في السكابولا دي بتيجي ماسلز كبيره بتحوط الشولدر اسمها الدلتويد. الدلتويد متقسمه على 3 اجزاء. اول حاجه الانتيرو دلتويد، وبعد كده الميدل دلتويد، وبعد كده البوستيريور دلتويد. الانتيرو دلتويد بتطلع من اللاترال سيرد من الانتيريور بارت بتاع الكلافيكل، وبعد كده الميدل دلتويد بتطلع من اللاترال بارت اوف اكروميوم، وبعد كده البوستيريور دلتويد بتطلع من اللور ليب اوف ذا كريست اوف ذا سباين اوف ذا سكابل. الثري بارتس دول بيتجمعوا مع بعض وبيروحوا يمسكوا في الدلتويد تيبروس. النيرف سبلاي بتاعها نيرف اسمه اكسيلري نيرف. طيب احنا دلوقتي قلنا كذا ماسل، فالمفروض ان احنا نكون بنعرف نخمن الاكشن بتاع الماسل من الفايبر بتاعها. نيجي للانتيرو دلتويد بتعمل ايه؟ هي طالعه من اللاترال كلافيكال رايحه تمسك في الدلتويد تيبروسي، هتعمل ايه بقى؟ هتعمل فليكشن وهتعمل ميديال روتيشن. والميدل دلتويد طالعه من الاكروميوم رايحه تمسك في الدلتويد تيبروسي، مكانها كده هتكون بتعمل ايه؟ بتعمل لي ابدكشن. طيب احنا قلنا ان السوبرا سباينيتس هي اللي مسؤوله عن اول 15 ديجري في الابدكشن. طيب الدلتويد بتعمل ايه؟ الدلتويد بتكمل الرينج من 15 ل 90 درجه. والبوستيريور دلتويد طالعه من ورا رايحه تمسك في الدلتويد تيبروسي، هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي اكستنشن وهتعمل لي اكسترنال روتيشن. دلوقتي هتكلم عن الماسلز اوف ذا باك الديب لاير. عندنا 3 ماسلز. اول ماسل اسمها الليفيتور سكابولا، ثاني ماسل الرامبويدس ماينور، وثالث ماسل الرامبويدس ميجور. تعالوا نتكلم عن الليفيتور سكابولا. الليفيتور سكابولا طالعه من اول 4 فقرات من جزئيه اسمها الترانسفيرس بروسيس. احنا كل واحده من دول اسمها
سباينس بروسيس، جنبهم بروز كده، كل سباينس بروسيس جنبها 2 بروز. البروز ده اسمه ترانسفيرس بروسيس. اللي بيته طالعه من اول 4 ترانسفيرس بروسيس. رايحه تمسك فين؟ رايحه تمسك في الباك اوف ذا سكابولا، في الميديال بوردر عند السوبيريور انجل. النيرف اللي بيغذيها اسمه دوrsal سكابولار نيرف. طيب والاكشن بتاعها؟ اول حاجه بتعمل اليفيشن في السكابولا لما بتشتغل مع ماسل ثانيه اسمها ترابيزيوس، هنقولها كمان دقيقتين. والحاجه الثانيه انها بتساعد البكتوراليس ماينور انها تعمل داونورد روتيشن في السكابولا عن طريق ان الليفيتو بتسحب السوبيريور انجل كده لفوق، والبكتوراليس ماينور بتسحب السكابولا ناحيتها لتحت. بعد كده عندي ماسل اسمها الرامبويدس ماينور. دي طالعه منين؟ طالعه من الفقره السابعه وتي 1، وفي فوقيهم هنا ليجامنت اسمه ليجامنتم نوكاي. هي طالعه من اللور بارت بتاع ليجامنتم نوكاي من سي 7 وتي 1. رايحه تمسك فين؟ رايحه تمسك في الميديال بوردر بتاع السكابولا اوبوزيت للسباين بتاع السكابولا، يعني تمسك فوق السباين في الجزئيه اللي من فوق دي. بعد كده عندي ماسل اسمها الرامبويدس ميجور، طالعه تحتها على طول، والاثنين ليهم نفس النيرف سبلاي ونفس الاكشن. طيب طالعه منين الرامبويدس ميجور؟ طالعه من السباينس بروسيس بتاعت تي 2 3 و4 و5، ومن الليجامنت اللي عليهم اللي هو السوبرا سباينس ليجامنت. رايحه تمسك فين؟ رايحه تمسك تحت الرامبويدس ماينور. الرامبويدس ماينور كانت بتمسك فوق اوبوزيت للسباين بتاع السكابولا، الرامبويدس ميجور بتمسك تحت السباين بتاع السكابولا في الجزئيه دي لغايه الانفيريور انكل بتاعه السكابولا. النيرف اللي بيغذي الاثنين اسمه دورسال سكابولار نيرف، وده طالع من سي 5. الاثنين الرامبويدس مع البكتوراليس ماينور والليفيتور بيلفوا السكابولا داون وورد، الجزئيه اللي احنا لسه قايلينها من شويه. الاثنين الرامبويدس بيسحبوا الجزئيه السكابولا الانفيريور كده، والليفيتور بتسحب الجزئيه السوبيريور لفوق، والبكتوراليس بتسحب الجزئيه اللاترال لتحت. فكده عملت الداون وورد روتيشن بتاع السكابولا. الوظيفه الثانيه للاثنين رامبويدس ان هم مع مصل هنقولها حالا اسمها ترابيزيس بيعملوا ريتراكشن في السكابولا، بيسحبوا السكابولا ناحيه السباين ريتراكشن. تعالوا نتكلم عن المسلز اوف ذا باك بس السوبرفيشال لاين. اول مسل عندنا اسمها الترابيزيس. الترابيزيس دي مسل كبيره متقسمه على 3 فايبر كانها 3 عضلات. عندنا upper trap وميدل تراب ولور تراب. طيب تعالوا نشوف هي طالعه منين. هي طالعه من الهيد وطالعه من النك وواخده معاها كمان الثوراسيك. طيب طالعه منين في الباك اوف ذا هيد؟ اول حاجه طالعه من حاجه هنا اسمها external occipital protuberance، وطالعه من الميديال هاف اوف سوبيريور ناتشرال لاين. وفي النك طالعه من النيوكاي ليجامنت ومن السباينس بروسيس رقم 7. والجزئيه بتاعه الثوراسيك واخده معاها كل السباينس بروسيس بتاعه الثوراسيك، وطالعه كمان من السوبرا سباينس ليجامنت. طيب رايحه تمسك فين؟ الابر فايبر رايحه تمسك في الكلافيكال، في البوستيريور لاترال سيرد اوف كلافيكال. الميديال فايبر رايحه تمسك في الابر ليج بتاعه الكريست اوف سباين بتاع السكابولا ومكمله لحد الميديال بوردر اوف اكروميوم. وعندي في السباين في تيوبريكل بتمسك فيه اللور فايبر بتاعه الترابيزيوس. النيرف اللي بيغذيها اسمه سباينال اكسسوري نيرف. طيب والاكشن بتاعها؟ عندي الابر فايبر طالعه من فوق رايحه تمسك في الكلافيكل. طيب بتعمل ايه؟ بتعمل اليفيشن في الشولدر. والميدل فايبر رايحه تمسك في السباين بتاع السكابولا فبتعمل لي ريتراكشن في السكابولا. واللور فايبر رايحه تمسك في التيوبريكال فبتعمل لي ديبريشن في السكابولا. الابر تراب واللور تراب لما بيشتغلوا مع بعض بيلفوا لي السكابولا ابورد. الابر تراب بتسحب السكابولا كده لفوق، واللور تراب بتسحبها لتحت فبيسحبوها ابورد. بعد كده عندي ماسل من اقوى واكبر الماسلز اللي موجوده في الجسم، وهي اللاتيسمس دورساي. طالعه منين الماسلز دي؟ طالعه من البوستيريور بارت اوف ذا اوتر ليج بتاعه الاليا كريست. وهنا في فاشيه اسمها سوراكو لامبر فاشيه، هي واخداها معاها، واخده معاها الاربع ضلوع اللي من تحت، وواخده الست فقرات اللي من تحت اللي في الثوراسيك، واخده كمان الانفيريور انجل، يعني هي مغطيه كل ده. تمام؟ رايحه تمسك فين؟ رايحه تمسك في الفلور بتاعه البايسيبيتال جروف. النيرف اللي بيغذيها اسمه سوراكو دورسال نيرف. الاكشن بتاعها هي طالعه من كل ده ولفه كده لقدام ورايحه تمسك في البايسيبيتال جروف، بتلف للهيومرس من جوه، فبتعمل لي ايه؟ بتاخد الهيومرس معاها في اكستنشن وفي انترنال روتيشن وفي ادكشن. الماسلز دي بستخدمها في السباحه، وماسلز مهمه جدا وقويه جدا كمان في الاكسبيريشن. تعالوا دلوقتي نتكلم عن الماسلز اوف ذا فرونت اوف ذا ارم. عندنا اول ماسل اسمها البايسبس. البايسبس ماسل ليها 2 هيد، لونج هيد وشورت هيد. اللونج هيد طالعه من السوبرا جلينويد تيوبريكل، والشورت هيد طالعه من التب بتاعه الكروكويد بروسيس. رايحه تمسك فين؟ رايحه تمسك في البايسبس تندون موجود في البوستيريور بارت بتاع الراديوس، حاجه اسمها راديال تيوبروسيس. وبتمسك كمان في حاجه اسمها بايسبتال ابونوريسيس، دي عباره عن ديب فاشيه موجوده في الابر بارت في الميديال بوردر بتاع الفور ارم. النيرف اللي بيغذيها نيرف اسمه ماسكوتينيوس نيرف. اما عن الاكشن بتاع البايسبس، فالبايسبس ماسل طويله مغطيه 2 جوينت، مغطيه الشولدر والقلب.
فالاكشن بتاعها على الشولدر ان اللونج هيد بتاعتها بتثبت الهيد بتاعت الهيومرس في مكانها، والشورت هيد بتساعد في الفليكشن بتاع الارم. والاكشن بتاعها على الالبو ان هي الباورفول سوباينيتور للفور ارم، وفي نفس الوقت بتعمل فليكشن للسوباينيتد ارم. بعد كده عندي ماسل اسمها الكورابوبراكياليس بتطلع من نفس المكان بتاع الشورت هيد بتاعت البايسبس، من التip بتاعت الكوراكويد بروسيس، وبتروح تمسك فين؟ بتروح تمسك في الميدل اوف ذا ميديال بوردر اوف ذا هيومرس. والنيرف سبلاي بتاعها بتاخد من نفس النيرف بتاع البايسبس اللي هو الماسكولوكوتينيوس نيرف. اما الاكشن بتاعها فهي بتساعد في الفليكشن بدرجه ضعيفه، وفي نفس الوقت بتعمل ادكشن في الارم. واخر ماسلز معانا النهارده ليها اكشن على الشولدر هي الترايسبس، او بالاخص اللونج هيد اوف ترايسبس. اللونج هيد طالعه من الانفراجلينويد تيوبريكل ورايحه تمسك في البوستيريور بارت اوف ذا upper surface of اولوبرينوم بروسيس. النيرف سبلاي بتاعها الراديال نيرف، وهي بتعمل ويك اكستنشن على الارم. انا كده خلصت كل الماسلز اللي ليها اكشن على الشولدر، فهستنى رايكم في الكومنتات، مستنيه بجد منكم الفيدباك، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.